الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. حياكم الله. اخترت في هذا الفيديو بعضا من الرؤى اللي تعبيرها سهل جدا وبسيط، من الرؤى اللي تعبر من النظرة الأولى أو من الوهلة الأولى، إن شاء الله يستفيد منها كل من له شغف بهذا العلم. الرؤيا الأولى تتحدث عن الحج. تقول الرؤيا: رأيت كأن أهلي يستعدون للذهاب للحج، ولم تكن هناك أي مزار للحج ولا توقيت الحج. ثم أخذوا يتناقشون عن مصاريف الانتقال لرمي الجمار. في وسط الرؤيا كان هناك كلام ومبالغ ولا داعي لذكرها. تقول: ثم انتقل المشهد بالوصول إلى الكعبة من أجل الصلاة والدعاء. فقلت: معنى الرؤيا طالما أن الحج ليس في وقت الحج وليس له مظاهر، فهو هنا رمز فقط، ومعناه القصد أو المقصد. والكلام عن تكاليف ومصاريف، أي أنهم بحاجة لمن يعينهم على بلوغ هذا المقصد، لأن الحج لمن استطاع إليه سبيلا. رمي الجمار في الواقع يكون في منى، وهذا معناه السعي لبلوغ أمنية. ويؤخذ منها أيضا أن هناك إصابة روحية في العائلة، لأن رمي الجمار المقصود به الشيطان. ثم انتقل الوضع بالوصول إلى الكعبة، معناه بلوغ هذا المقصد والوصول وتحقيق هذه الأمنية بعد دعاء مستجاب. قالت: فعلا كل هذا واقع، وكان الأمر متعلق بزواج أحد أفراد العائلة، وكان بالنسبة لهم أمنية وبعد دعاء مستجاب. وقالت: فعلا الإصابة الروحية موجودة بالفعل، والحمد لله رب العالمين. الرؤيا الثانية أيضا من الرؤى البسيطة. تقول الرؤيا: في الواقع كنت أتابع مع طبيبة في التغذية والتخسيس، ثم توقفت تماما عن متابعتها. تقول: فرأيتها في الرؤيا كأنها تتصل بي وتقول: وحشتني وأنا سآتي لزيارتك. ثم جاءت بالفعل لزيارتي، وكانت غرفة الجلوس مختلفة عن الواقع، كان كنب قديم وتلفزيون قديم، يعني غير الواقع تماما. تقول: أعطيتها شنطة هدية عندي في الواقع. فقلت: معنى الرؤيا أنه يعود إليك شخص عزيز عليك يجعلك تستعيد ذكرياتك القديمة وتجدي معه الألفة وتكافئيه وتكرميه. فقالت: فعلا سبحان الله، اليوم اتصلت بأخت كانت معي وسافرت منذ مدة أكثر من 5 سنوات. اليوم اتصلت بي وأخبرتني أنها عادت من السفر وأنها ستأتي لزيارتي، وأنا أستعد لمجيئها وأعد لها هدية أعطيها لها. معنى استعادة الذكريات يأتي من مشهد الغرفة القديمة. ولكن لماذا جاءت رمز الطبيبة بالتحديد؟ يدل على صاحبة الرؤيا، لأن الطبيب في الواقع يعالج مشاكل الإنسان بأمر الله، ويكون سببا في راحة الإنسان من آلامه. فهذا معناه أنها ترمز لشخص الرؤيا تحبه أو تجد معه راحتها. الله تعالى أعلى وأعلم. الرؤيا الثالثة. تقول الرؤيا: بعد أدائي للعمرة مرضت مرض شديد، فرأيت في الرؤيا كأني في الحرم وحدي، فقلت: سأطوف اليوم كله بهدوء. ثم قلت: ولكن الأولى فالأولى، لأني نظرت إلى الشمس فوجدت بداية احمرار طلوع الشمس، يعني صلاة الفجر. فذهبت إلى الحمامات بقصد الوضوء، فوجدت كأني أحمل كيس به صينية فحم غير مشتعل، ثم رميت به إلى الأرض فتحول إلى طشت وتناثر الفحم على الأرض. وانتهت الرؤيا وأنا أبحث عن دورة مياه. فقلت لها بداية: نوع المرض الذي أصابك كان نوع من أنواع الحمى؟ قالت: فعلا كانت حمى. فقلت لها: معنى الرؤيا أن الله سبحانه وتعالى قد نجاك من مضاعفات خطيرة لهذا المرض. تحديد مرض الحمى جاء من الحمامات ومن الفحم، ولكن معنى أنه غير مشتعل أي أن الله نجاها من مضاعفات خطيرة لهذا المرض. وكان في صينية أن الله سبحانه وتعالى صانها من أذى هذا المرض. ثم تحول إلى طشت أي طاشة. طاشة بمعنى خفة، يعني يخف هذا المرض وتبرأ منه. قالت: فعلا هذا ما حدث، وكنت معرضة لمضاعفات كبيرة، والحمد لله رب العالمين. الرؤيا الرابعة أيضا من الرؤى السهلة والبسيطة. يقول الرأي: رأيت رجل مشهور بالتجارة الإلكترونية اسمه على اسم صاحب الرؤيا. رأيته كأنه يمسك في يده مروحية سوداء صغيرة ويحركها باستمرار، ويجلس على مائدة معه شخص آخر. ثم جاء شخص وأراد أن يلتقط لهما صورة، وانتهت الرؤيا. فقلت: معنى هذه الرؤيا أنك تتجه إلى النشر الديني الإلكتروني، يعني يقوم بنشر منشورات دينية على المواقع، ولكن في حدود ضيقة وفي حدود المستطاع. فقال: فعلا لي فترة أنشر أحاديث وكلام العلماء في جروبات الواتس أو حالات الواتس فقط. الرجل المشهور بالتجارة الإلكترونية واسمه على اسم صاحب الرؤيا يرمز لصاحب الرؤيا. وجاء معنى النشر الديني من كلمة مروحية، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الروحة والغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وفي حديث قال صلى الله عليه وسلم: الروحة والغدوة كما الجهاد في سبيل الله. ونحن في عصر الجهاد بالكلمة وبالنشر الحسن. ومعنى أنه يحركها بيديه أي أنها تكون في حدود ضيقة وقدر المستطاع، على عكس مثلا أن يرى أنها تتحرك بالكهرباء أو بموتور وغير ذلك.
وكان لونها أسود، رغم أنها في حدود ضيقة إلا أنها تسود وتؤثر. الشخص الذي يجلس على المائدة يرمز إلى من يتفق معه فيما ينشره، والذي جاء ليصور يرمز إلى المتابع الذي يتابع هذه المنشورات ويستفيد منها. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.